بما انك دخلت الثقب الاسود استاذنك البس حاجه تقيله وخد معاك حاجه تاكلها. احنا طالعين على شتاء الصين سنه 2016، ما في اوبئه ومفيش حاجه تاكلها، فخد معاك حاجه كلها والبس جامد كمامتك ويلا بينا. اللي حصل سنه 2016 ان شركه صينيه اسمها بايت دانس قررت ان هي عايز تعمل ابلكيشن اسمه اي دوت مي. الابلكيشن ده انتشر في الصين جامد، 100 مليون مستخدم في اول سنه، مليارات المشاهدات. بس بعد 3 شهور السي او طلع: يا جماعه احنا ممكن نغير اسم الشركه دي، هنسميه إيه يا باشا؟ هنسميه الابلكيشن جوانج. يا رب اكون بنطقها صح، لان احنا عارفين اللغه الصينيه ما غير ما خالص. وكعاده الابلكيشن الصينيه ان مفيش اي حد يعرف عنها اي حاجه بره الصين، زي كوريا الشماليه كده. في نفس الوقت في ابلكيشن كان اسمه ميوزيكلي، طبعا حضرتك توعى عليه ليب سينكينج والرقص الشرقي الجميل، كان منتشر جدا بين الشباب في العالم. هتقول لي ايه علاقه بايت دانس بميوزيكلي بجوانج ولا جوانج باي دوت مي بالحلقه واسمها؟ اصبر تاخد حاجه نضيف. شركه بايت دانس اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول دي قررت ان هي عايزه تشتري ميوزيكلي وتدمجه مع جوانج في الصين وتعمل لنا ابلكيشن صغنطوط كده حضرتك تعرفه النهارده باسم التيك توك. والصفقه دي اتعملت في سنه 2017 وكانت قيمتها مليار دولار. دي قيمه كانت اقل من قيمه استحواذ اوبر على كريم في سنه 2020 اللي كانت ب 3 مليار دولار. ربنا يوعدنا. اللي يبان لك من بره انه مجرد تغيير في الاسم، نفس الشركه نفس الميكانيزم نفس كل حاجه، التغيير كان جوه كمان، كان في المهندسين في الماركتنج في كل شيء يخص تيك توك. احنا يا باشا بنبني ابلكيشن للعالم كله مش للصينيين بس. لو فاكر ان سر نجاح تيك توك علشان الفيديوهات القصيره، فاحب اقول لك انك غلطان سنه، لان في ابلكيشنز كانت بتعتمد على الفيديوهات الصغيره دي قبل تيك توك بكتير، زي فاين زي داب سماش. لو فعلا نجاح تيك توك كان هو سبب الفيديوهات القصيره، فكان الابلكيشنز دي كملت كمان وانتشرت اكتر من تيك توك كمان، لان هي كانت قبله. وده خلانا نسال هو ازاي ابلكيشن يخليك تقعد عليه بالاربع والخمس ساعات تسكرول من غير ما تعرف توقف، كمان تقول يا جماعه ده اخر فيديو وهقوم، او اديني 3 دقايق وهقوم. انت مش عارف كميه الفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها قد ايه، ولا عارف الوقت اللي انت بتقضيه عليه قد ايه، لانه بمجرد ما بتفتح الابلكيشن بيبتدي يسحلك. ودي حاجه غريبه جدا باشا، انت بتسكرول وانت بتاكل وانت بتتفرج عليا وانت بتتفرج على افلام وانت بتذاكر. ده مش ضعف اراده منك، الحقيقه المشكله ممكن ما تكونش فيك، او فيك الحقيقه يا ضعيف. في دراسه علميه سمت السكرولنج اللي انت بتعمله طول اليوم من غير ما تحس ده وبتقضي اوقات كتير على الابلكيشن، سمتها بدوبامين سكرولنج، وقالت ان هي غير اي ادمان عادي، يعني غير ادمانك لاي حاجه تانية. والحقيقه هنا في خبرين، خبر الحزين خبر الحلو. استاذنك تبدا بالحلو. ابدا بالحلو انك مش مدمن لوحدك، والحزين ان حضرتك مدمن. في اكتر من مليار بني ادم او انسان على الكوكب بيبتدوا يسكرول من 3 ل 4 ساعات في اليوم، وساعات الرقم ده بيزيد ل7 ساعات في اليوم، ده لما حضرتك تبقى في الاجازه وما وراكش حاجه تعملها. وزي ما اتفقنا السؤال مش ان انت بتفتحه ازاي، السؤال هو انت ازاي بتقعد عليه كل الوقت ده من غير ما تحس. في الخمسينات عالم اسمه بي اف سكينر كان بيدرس حاجه اسمها الرينفورسمنت سكاجولز، ولقى نوع اسمه الفاريبل ريشيو. والفاريبل ريشيو ده هو اللي بيخلي اي سلوك صعب على البني ادم انه يقدر يوقف. يعني زي ما حضرتك تطلع كده اجازه في لاس فيجاس وتقعد قدام مكنه القمار تقعد تجرب حظك كل شويه، انت مش عارف انت هتكسب ولا لا، بس انت عمال تجرب. استاذنك في الحلقه دي تركز معايا جامد، يعني سيب التيك توك اللي انت بتسكرول عليه وتسمعني بس، وركز معايا في المعلومات، لان المعلومات في الحلقه دي كتير جدا. كريستيان هاريس الخبير السابق في جوجل قال في كلمه بعد ما ساب جوجل طبعا ان كل الناس ماشيه بماكينه قمار في جيوبها، الناس عماله تسوايب وهي مش عارفه اللي جاي هيطلع لها ايه. الناس الحقيقه ما بتفرحش بالمكافاه، بتفرح قبل المكافاه. الناس بتفرح بلحظه التوقع، لما ما تبقاش عارف الفيديو اللي جاي بالظبط ايه دماغك بتفرز دوبامين اكتر ما تكون عارف الفيديو اللي جاي ايه. ومره يا ريس واحنا اللي هيودينا هناك في لاس فيجاس باشا، انا من الفيوم، حياتي كلها لاهل الفيوم، على راسهم زياد زازا. في دراسه اتعملت في وول ستريت جورنال لقيت حاجه مقلقه سنه واحده صغيره، ما تقلقش طالما انت لسه عايش احنا تمام. الخوارزميات بتاع التيك توك بتبتدي تعرف وتعرف بالظبط اهتماماتك ايه من اول ما بتسجل في خلال 40 دقيقة لساعتين بالظبط. رقم مرعب جدا. تخيل انت قاعد مع واحدة في ديت تقدر تتعرف عليك وتعرف كل اهتماماتك في ساعتين بس. في ناس بتقعد 10 سنين مع بعض مش عارفين ان اللي قدامهم ده مثلا ما بيحبش السمك. حاجة غريبة جدا. 95% من الحاجات اللي انت بتشوفها وانت بتسكرول على التيك توك مش فعلا الحاجات اللي انت بتختارها، لا دي حاجات مفروض عليك، حاجات الالجوريزم هو اللي مختارها لك. بيستخدم فيها نوعين، حاجه اسمها الكولابوريتيف فلترنج والثانيه هو الكونتنت بيس فلترنج. والحاجتين دول احنا اتكلمنا عليهم في حلقه سبوتيفاي، ارجع عليها لو عايز. بس بعد ما تخلص الحلقه دي يعني انت اتفرج على دي الاول، ارجع للي بعديها اللي هي بتاعت سبوتيفاي، هتلاقي حلقه في النص تتفرج عليها بالمره. حلو قوي، انت فهمت دلوقتي ان خوارزميات تيك توك دي بتحصرك، عارفه كل حاجه عنك، تقدر تطلع حاجات انت فعلا يا بتحبها او ما بتحبهاش. هي بتجرب بتشوف انت فعلا بتحب ده ولا ما بتحبش ده، اللي اتكلمنا عليه reinforcement schedules. في دراسه اتعملت على طلاب في الثانويه
شافوا قد ايه الطلاب دول عارفين ومدركين ان المحتوى اللي بيشوفوه ده فعلا محتوى مصمم علشان انت تتعلق بالابلكيشن، وطلعت النسبه 92.5% من الشباب اللي موجودين عارفين ان المحتوى اللي على التيك توك ده بيخليك، وهو مصمم اصلا يخليك تقعد تتفرج عليه. يعني مش بس بيسليك، لا ده مصمم علشان تقعد على الابلكيشن اكتر، علشان تقعد ساعات اكتر، تقعد تسكرول اكتر واكتر، تنسى مذاكرتك وتنسى ان انت بكره عندك امتحان ومذاكر. لا ومش بس كده، 86.5% عارفين ان ده بيفيد ارباح الشركه، وده بيزود فلوسهم اكتر واكتر. يعني الشركه ارباحها بتزيد وحضرتك بتفلس لان انت مش شايف مستقبلك. عشان هو ده الادمان، هو ده ان انت تبقى مدمن حاجه ومش مدرك ان دي فعلا بتاثر عليك. انت عارف ان في حاجه بتاثر عليك بس انت مكمل فيها زي مدمن المخدرات كده. ودي حاجه اسمها سيلف سيرفينج بايس. انت فعلا مقتنع ان النظام ده ممكن يكون بيلعب بالناس، يعني تيك توك مقتنع ان هو بيلعب بكل الناس ما عدا انا. ليه ما عدا انت يعني؟ مش فاهم ايه يعني، ما هو بيلعب بيك برضه زي ما صاحبتك بتلعب بيك. والحقيقه ان الاقتناع ده جزء من اللي ليه النظام بيشتغل. والاتنشن ايكونومي ده اللي فعلا بيقول ان الانتباه ده مورد مهم. يعني شركه زي مايكروسوفت لقت ان الانتباه عند البشر بدا يقل من 12 ل 8 ثواني بس، ودي حاجه مقلقه. تخيل ان انت واحد بيكلمك مش قادر تركز معاه، واحد بيقول لك معلومه انت بتسرح وبتروح في مكان تاني خالص، انت محتاج حد يقول لك معلومه في 8 ثواني بس. يعني فعلا الابلكيشن اثر عليك واثر على مدى ادراكك للمعلومه، مدى تركيزك. انت كنت زمان ممكن تقعد تتفرج على فيلم، دلوقتي ما تقدرش. يا باشا الابلكيشن هيرن، هتفر، هتطلع تتجنن تجري، ويجز نزل اغنيه. تخيل السمكه اللي قد حته الكيري دي انت عندك حاجه اقل منها، ومش اي حاجه، ده ادراكك وذاكرتك اقل من السمكه دي. حرب الشركات ما بقتش حرب تكنولوجي، دي بقت حرب الثواني. مين يقدر ياخد منك ثانيه زياده؟ يعني مين يقدر يقعدك على الابلكيشن اكتر؟ مين يقدر يفرجك على فيديوهات اكتر؟ مين يقدر يسحلك في وقت الابلكيشن؟ وفي الاخر دي دعوه عامه. لو بتمسك التليفون كتير وبتقضي عليه وقت اكتر، سيب وركز في شغلك، او ركز انك تطور مهاراتك، تعمل انشطه جديده، تخرج مع اصحابك، تنزل معاهم من غير ما تمسك التليفون كل واحد قاعد في وادي. لا، اقعدوا اتكلموا مع بعض، اقعدوا ناقشوا مواضيع مختلفه، جرب حاجات جديده، سافر، اقعد مع عيلتك اكتر، اتغدى في مكان، جرب مطاعم، استنى سكوب جديد، وانزل بص على الكلام ده جبته منين، مجاز يكون بقى. ولايك وشير وسبسكرايب وكومنت لو عايز نتكلم عن موضوع معين الحلقه اللي جايه. عارف ايه الحركه اللي ممكن تقضي على الحركه الراسماليه والحركه الشيوعيه؟ حركه الاكسبلور.